فشدها لحضنه. سايباني وراحة فين؟ أنا جعان لسه ماكلتش. روح كل من أكل صاحبتك. ما أقدرش آكل غير من إيد مراتي، بعينك هرميه للكلاب ومش هأكلك. تاني يوم رجعت شوشو من السفر، وأول حاجة عملتها إنها راحت ليان، وفي نفس الوقت راحت وين، وكانت عاملاله الغدا اللي بيحبه بإيديها. وأول ما دخلت شافت شوشو بتأكل جوزها، بس ما حبتش تبين أي ردة فعل أو تتضايق. يا حبيبي أنا عملت لك الغدا بإيديا، وعارفة إنك بتحب أكلي ومش بتحب تاكل من بره. أنت مين؟ دي مراتي. الكلمة دي لوحدها كانت كفيلة إنها تولع فيها، فحاولت تضايقها علشان تمشي. أنا ويان اتربينا مع بعض واحنا صحاب من واحنا صغيرين، وكان وعدني زمان انه هيتجوزني. واضح ان الغربة نسيتك ان الراجل بقى متجوز، ولو فضلتي تتصرفي كده الناس هتفكرك انك جاية تخطفي راجل من مراته. وفضلت تدلع على جوزها علشان تحرق دمها، ولما جت تمشي عرفتها: على فكرة انا متضايقة من ريحة البرفان بتاعك، ومش عايزة الريحة دي تفضل لازقة في جوزي. شكلك بقى ما تعرفيش جوزك يا حبيبتي، لأن جوزك بيحب البرفيوم ده، صح يا يان؟ فمراته بصت له وهو اتوتر. طالما مراتي متضايقة يبقى الأفضل تحافظي على مسافة بينا. وهي دمها اتحرق قوي ومشيت.